لطالما اكتست الأعراس الجزائرية طابعا خاصا لما لها من اهتمام من طرف العائلات الجزائرية، خاصة الألبسة، قبل أن تطرأ عليها رتوشات العصرنة. لكن الملاحظ أن في هذه الأيام أصبح الجزائريون قبلتهم هذه الألبسة التي أصبحت موضة أم عودة للتقاليد. الأعراس ما زالوا حتى دوكا في بعض الولايات ما زالوا يستعملوا البرنوس، يستعملوا الشاش، يستعملوا بزاف ألبسة تقليدية ما زالت تكزيستي. ما هكايا في النساء ما زالوا يستعملوا القفطان الآخر. العباس تاع الجزائر كانوا يلبسوا القفاطن هذوك، يلبسوا الحوايج تاع التقاليد تاعنا، كانوا يبانوا شابين بارابور على دوكا، هذاك معايا. ولكن دوك هذه هي دوك لا موديل اللي تقول هكا. لي توني تراديسيونيل عادوا لا مود مانتون، في لو طون تاعنا عادوا بزاف لا مود، كيما فرقاني دي روب تراديسيونيل قبايلي، بزاف حوايج عادوا تراديسيونيل. نو جامي نستغناو عليهم، جو بريفير نوليو ليهم باسكو هما اللي راح يبينوا بلي هذيك لا توني كي جزائريه. وجهتنا إلى أعرق شوارع العاصمة، أين تكثر محلات الألبسة التقليدية بأنواعها تقصدها الناس من كل ربوع الوطن لاقتنائها. عبد المالك واحد من هؤلاء التجار أكد أن هذا العبق الحضاري الذي لن يزول أضحى لمن استطاع إليه سبيلا. وحنا ديكسيون كاين برنوس، كاين طايور، كاين كاراكو، كاين جبان نايلي، وكل واحد ومقدوره صاريف. كاين يقدر يشري برنوس، كاين اللي ما يقدرش يشري، كاين يقدر كوستيم، كاين ماشي يقدر، كاين اللي باش الطايور يكري، فلاطح مسكينه زواليه تكري، الراجل وانا ليا كلش في لهنا، ما هذا كاع ما كان يعني يصح لهنا. كان كوستيم تاع راجل يدير 500,000، دوك انت تروح تزوج تشري كوستيم يقول لك 2 ملايين. تجاوز العرس التقليدي واختصاره في الفستان الأبيض تفقد الفرح نكهته وعبق الماضي الأصيل، فمعظم الجزائريون يفضلون إضافة هذه النكهة عن طريقة هذه الألبسة التي أضحت موضة جديدة في عصرنا الحالي. والله أعتقد أن هناك عودة وصحوة أقول على مع الموروث التقليدي الثقافي ما يخص المغرب العربي عموما، ونحن كجزائريين نعتز بهويتنا. هي طلبت بقوة، خاصة أن المرأة الجزائرية تبدع كثيرا، يعني تعمل عصرنا مع الأصالة، يعني تشوف لي روب فساتين سهرات لو دو سواري فرنساوية ولا سويسرية ولا تبدع فيها بدلها قالب تاعنا ثقافة تاعنا. تقاليدنا الجميلة التي يفتخر بها كل واحد منا تعبر عن وحدتنا سواء من الغرب إلى الشرق ومن الجنوب إلى الشمال، ليس فقط في اللباس وإنما في كل العادات والتقاليد المعروفة بها كل منطقة، وجب علينا الحفاظ عليها.